عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن كلمة بنسمعها كل يوم وبنقولها كل يوم وبنعيش فيها سنين، كلمة المشكلة. بس تعالى نسأل نفسنا الأول، هو فعلا في حاجة اسمها مشكلة ولا احنا اللي سميناها كده؟ وهل ربنا لما كتب علينا ان احنا نعدي بظروف معينة كان بيبتلينا ولا بيربينا؟ وهل العلم فعلا بيقول ان الحياة لازم تبقى سالكة عشان نبقى ناجحين في الحياة؟ فالنهاردة هنكسر المفهوم ده وهنبص على الحياة بمنظور تاني. فخد نفس عميق وركز معانا، لان اللي جاي مش مجرد بودكاست، دي نقلة في تفكير تاني خالص. اول حاجة نتكلم عنها، يعني ايه اصلا مشكلة؟ اصل الكلمة دي مش موجود في القرآن ولا حتى في السنة. ربنا قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني حياتك كلها عبارة عن اختبار مش عن راحة. فالمشاكل دي هي وسائل تدريب او ادوات تربية ربانية، مش كوابيس او مصايب زي ما احنا بنسميها. فالمشكلة ان احنا سمينا، المشكلة ان احنا سمينا اي حاجة بتحصل لنا وحشة في الحياة، البلاء سميناه ان هو مصيبة. هو في الحقيقة فرصة للتغيير والنضج والتعليم. بصي يا ريماس، انا مؤمنه بحاجه ان مفيش اي حد فينا ما عندوش مشكله او مفهوم المشكله اللي احنا اخترعناه ده. زي ما انت بتقولي، هو فعلا في السنه وفي القران مفيش كلمه مشكله. ولكن بالنسبه بقى، يعني مش هنتكلم في نقطه جت منين كلمه المشكله. الكونسبت ذات نفسه هو موجود في حياتنا كلنا، بس فعلا. على الرغم من وجوده كلنا بنضحك، كلنا بنتكلم، كلنا لو حد اكتف على السوشيال ميديا فهو بينزل صوره اكنه مبسوط عادي جدا. يعني بنعيش حياتنا، بس احنا بيبقى جوانا حاجة بتبقى بقى حيرة او وجع، ويمكن تبقى خوف. انا عن نفسي من تجربتي الشخصية، مر عليا وقت كنت ببقى فاكرة ان المشكلة اللي عندي دي عمرها ما هتخلص ايا كانت هي ايه. يعني مثلا يبقى عندي حاجة انا شايفاها مشكلة، انا ببقى فاكرة انها مش هتخلص، ولكن هي بتخلص. وممكن ابقى برضو فاكرة ان محدش فاهمها ولا حد يفهمها، وببقى انا كمان مش عارفة اتكلم عنها. بس تعرفي ساعات مع مرور الوقت. بحس احساس غبي قوي، نعم. اللي هو بحسها ساعات، اللي هو انا شخصيا برضه بتحط زيك في مشكلة، بحس ان هي نهاية الحياة خلاص كده، مفيش اي مفر تاني لاي حاجة. ايوه، تحس ان خلاص يعني الموقف ده انا فيه، فانا كده مش هطلع منه، مش هعديه، مش هسكيب، اه، مش هكمل حياتي بعده. لان ممكن بعدها باسبوع يبقى انا ولا اكني فاكره اي حاجه من اللي حصل. بس بقى بعد فتره من ان انا بحاول افهم الموضوع ده، اكتشفت انه او فهمت انه وجود المشاكل في حياتنا ده مش معناه ان احنا ناس ضعيفه او مش عارفين ندير حياتنا كويس. لا، هو ده معناه ان احنا بني ادمين. برضه لو جينا نشوف كده مثلا نظرة بسيطة كده في الدين على ايه هي اصلا المشكلة دي. سيدنا موسى لما خرج من مصر مطارد، دي كانت مشكلة ولا بداية لرسالة غيرت التاريخ؟ لا، هي بداية لرسالة غيرت التاريخ، ما كانتش مشكلة لما خرج من مصر كان مطارد. سيدنا برضو يوسف لما دخل السجن، دي كانت كارثة ولا تدريب على الصبر عشان يبقى عزيز مصر؟ لا، كانت تدريب على الصبر عشان يكون عزيز مصر. ربنا مش بيحطك في أزمة عشان يطلعك، لا، هو ده بيتحط لك في مكانك الصح، انت تتحط في مكان الصح حتى لو مش شايف الصورة كاملة دلوقتي. ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش شرط كل وجع بيبقى شر، ومش كل راحة بتبقى خير حابة أذكر آية، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. معنى الآية إنه أصلا ربنا من ساعة ما خلق البشرية وهو خلقنا كبني آدمين إن إحنا هنعيش في تعب، عناء، أو صراع مستمر. يعني دي مش حاجة غريبة أو مش حاجة تعبنا أو ربنا مش بيعاقبنا كده، لأ. هي دي الطريقة الإلهية اللي ربنا بيستخدمها معانا كعباده، إن هو يرتب لنا حياتنا، إن هو يختبرنا، إن هو يحطنا في أماكننا الصح. بالظبط. كمان ابن القيم قال: لو كشف الله عنك حجب الغيب لرأيت أن كل ما مر بك من هم وابتلاء كان لحكمة بالغة ورحمة سابقة، وأن البلاء الذي أبكاك كان هو نفسه الذي سيطهرك ويرفعك. أي ابتلاء بيعدي على أي حد، مثلا سيدنا يوسف، شوفي عدى حاجات كتير جدا، بس ربنا حطه في الابتلاءات دي كلها عشان يوصله في الآخر يبقى عزيز مصر. تخيل، احنا لما احنا بنبص للحاجات او المشكله دي منظور صغير قوي قوي قوي، ومش ده الحقيقه. في منظور كبير او في مدى بعيد المفروض نبص له. كل واحد بيحاول يرسم قصته في الحياه، وساعات اللي بيرسمه لنفسه ده ما بيحصلش، وده طبيعي. ربنا بيبقى راسم له قصه اكبر بكتير واحسن بكتير من القصه اللي هو رسمها بنفسه. كمان ابن القيم ليه قول تاني بيقول: مصائب الدنيا وان عظمت
إذا قورنت بثواب الصبر عليها صارت في غاية الصغر. يعني مصائب الدنيا هي بتبقى كبيرة جدا وكتيرة جدا، لو الصبر اللي احنا بنصبره عليه على المصايب دي قورن بيها هتحس ان المصايب دي ولا حاجة ولا حاجة بجد. فالموضوع كله بس هي فكرة عقلية الشخص إذا ظبطت على إن ده يعني تدبيرات ربنا، وربنا هو اللي أدرى بكل اللي بيحصل لنا ده، مش يعني العقلية بتفرق. يعني في شخص ممكن يكون عايش في حياته بعقلية، وشخص تاني بعقلية تاني خالص. العقليات بتفرق في الطريقة اللي هو عايش فيها حياته. معاكي حق، حتى فكرتيني بدعاء سيدنا أيوب عليه السلام لما كان ربنا ابتلاه بشدة في صحته وماله وولاده. فكان ايه دعاء وقتها؟ لما بيقول اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هو وقتها ما اشتكاش من الالم، ما اشتكاش من الابتلاء، هو بس قال ان هو ضر. وكان بالنسبة له التقل اتشال لما افتكر انه ايه، انه اللي بيحصل ده كله رحمة من ربنا، وهو عارف انه ربنا ارحم بيه حتى من نفسه. فانه عقلية البني ادم انه يفكر انه مهما كان الموقف اللي هو فيه صعب، مهما كان الابتلاء اللي هو فيه صعب او زي ما احنا بنسميه مشكلة، مهما كانت صعوبته، فاحنا لازم نبقى عندنا يقين وإيمان انه مهما كان الموقف، فاحنا ربنا مبدئيا حطنا في الموقف ده عشان هو عارف بمقدرتنا وبقوتنا وبقدرة، يعني بقدرة تحملنا للبلاء ويعني تحملنا للمصائب. حتى كمان هو قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني وسعك أو قدرتك أنت، ربنا حطك في البلاء ده على قد قدرتك. إن ربنا عمره ما هيكلف حد ببلاء أو بمصيبة أيا كان إيه اللي حصل، مش بيكلفه فوق طاقته أو فوق قدرته. لأ، هو أي حاجة عموما بتحصل احنا بنقول إن احنا مش قادرين أو دي فوق طاقتي أو أنا مش قادر أستحملها، وده بيبقى عشان أنت مش عايز. يعني بمعنى لما حد يكون مثلا عنده، طبعا أكيد دي حصلت لنا كتير جدا إن احنا كنا بندرس يعني، ده مثلا يكون وراه مذاكرة كتير جدا، انت تقولي انا بجد تعبت ومش قادره وحاسه ان الحاجات اللي علينا دي كتير جدا، هو علشان انا مش عايزه، فانا مهيئه لدماغي انه دي حاجه كتير جدا فمش هقدر اعمل اي حاجه. بس في الحقيقه ان ربنا عارف ان دي مقدرتك. هي بس كل ما في الموضوع ان لو استعنتي بالله وخدتي بالاسباب وسعيتي كل ده هيروح. فبرضه زي ما انت قلتي حته العقليه دي مهمه جدا. حتى كمان في كتاب لا تحزن لعائد القرني كان بيقول إن مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا ومع الشدة رخاء وبعد الليل فجرا مشرقا. الكلام ده معناه ايه؟ انه لما بنتحط في اي ضيق او في عسر او اي شدة ممكن نعيشها، هي مهما كانت طويلة، احنا بصبرنا وتحملنا الابتلاء وان احنا نتحمل الوضع اللي احنا ربنا حطنا فيه، ونبقى كلنا يقين وايمان ان احنا اتحطينا فيه زي ما قلتي، انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاحنا طالما احنا في الموقف ده احنا نقدر ان احنا نعدي منه، والا لو ما كناش كده ما كانش ربنا يحطنا في الموقف ده. فبعد صبر وتحمل للموقف مهما كانت مدته ايه بقى، كده كده الفرج هيجي. مهما كانت الليلة مظلمة، كده كده الفجر هيأذن والشروق هيبدأ. كمان المتنبي له بيت حلو قوي جدا جدا جدا، بيقول ايه: ما كل ما يشتهيه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بصي بقى على فرق الردود. يعني انا دلوقتي هقول لك ردين ردوا على البيتين دول، على البيت ده. تمام. واحد متشائم من الحياة فقال ايه، رد على المتنبي وقال له يعني: قل للرياح تأتي كيفما شاءت فما عادت سفينتنا تشتهي شيئا. المتفائل راح بيقول ايه، المتفائل راح بيقول: تجري الرياح بما شاء الإله لها، لله نحن وموج البحر والسفن. بحسب نظرة الشخص الحقيقة بتبقى الحقيقة عنده حلوة أو تعيسة يعني. ودائما ذكر نفسك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وذلك من كمال الإيمان. فدع المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. النقطة دي أنا بجد أول ما سمعت الكلام ده أنا حسيت إن إحنا فعلا بنبص لحاجات نظرة كبيرة كبيرة كبيرة، أو بنديها فوق حجمها أو المفروض إن ما يكونش كده. يعني هو ابتلاء صغير أو أيا كان صغير أو كبير، المفروض نتعامل معاه وكأن ده اختبار ربنا حطه لنا. إن إحنا طول ما إحنا يعني ماشيين في الحياة بيتحط قدامنا اختبارات كتير جدا. إحنا مش جايين، يعني إحنا بنبقى جايين أو إحنا بنقول مثلا كل يوم عندي واحد اتنين تلاتة، كل الحاجات دي هي حاجات المفروض نركز عليها، بس الحاجات دي ما ينفعش تنسيك الآخرة اللي أنت أصلا المفروض مخلوق عشانها. فكل اللي بيتحط في يومك ده سواء بقى من مصايب، ابتلاءات، مشاكل، أيا كان إيه اللي حصل، يعني كل ده هو أسئلة في ورقة الامتحان بتاعتك أنت المفروض موجود أصلا هنا عشانها. لو جينا بقى نشوف نقطة العلم بيقول إيه أصلا عن الجزئية دي، هنلاقي في علم الأحياء والفيزياء والطب
بيتكلموا عن نقطة المشاكل دي. لو رحنا مثلا في الأحياء في الأول هنلاقي مثبت علميا الكائنات الضعيفة بتموت من أول مواجهة، لكن الكائنات القوية هي اللي بتعدي وبتتطور. لو جينا نجيب الصورة المصغرة اللي موجودة في الأحياء دي وكبرناها شوية وخليناها في حياتنا، هنلاقي الموضوع فعلا كده صح. الأشخاص الضعيفين اللي في الحياة من أول مواجهة بيتكسروا، لكن التانيين الأقوياء بيعدوا، وساعات بياخدوا المشكلة أو الانتكاسة اللي وقعوها دي بياخدوها وكأنها سلم بتوديهم لمرحلة تاني، وده الصح فعلا. كمان في الفيزياء أثبت برضو إن الضغط بيولد الطاقة، وبدون ضغط مفيش حركة. لما برضو لو دي صورة مصغرة، لو كبرناها شوية على حياتنا، الإنسان لما بيتضغط يتضغط يتضغط بيولد طاقة. اللي هو لما مثلا أنا أكون، لو مثلا نفترض أنا شغالة في شركة والمدير مثلا قال لي إنه على يوم مثلا الخميس تكوني مخلصة عطاني بقى تاسكس كتير وقال لي على يوم الخميس تكون كل ده خلصان، انت كده اتحطيتي تحت ضغط. بمجرد ما انت ضغطتي بتحاولي تشتغلي بأقصى ما يمكن عشان يعني تخلصي التاسكس دي، او تتم يجي يوم الخميس تكوني على خلصتي سيرة كل ده. الضغط انتي فكرتيني بحاجة، وهي انه حجر الألماس أصلا بيتكون، يعني في جزء منه أو يعني نوعا ما ده يكون بيتصنع، مش موجود في الأرض كده في صورته الحقيقية. هو بيتصنع عن طريق ان الفحم بيتحط تحت ضغط عالي جدا جدا جدا، فبعد ضغط لفترة معينة من الزمن هو بيتحول من قطعة فحم ملهاش أي معنى لحجر نادر وليه قيمة. اه بالظبط، حلو قوي التشبيه ده، برضه تشبيه مصغر لو جينا كبرناه على حياتنا فعلا نفس الموضوع. الانسان بيتضغط بيطلع احسن ما فيه يعني. انا دايما مقتنعه بكده، اللي هو كل ما الانسان يضغط بحس ان هو بيولد طاقه اكتر، وبدون ضغط مفيش حركه. لو المدير مثلا قال قدامك التاسك دي وبراحتك يعني، اول ما تخلصيها اديهاني، بعيدا يعني عن الاشخاص الملتزمين يعني ربنا يحفظهم وكل حاجه. لو جينا نجيب شخص عادي جدا ومش ملتزم، هتلاقيه لا هيقعد هيعملك بقى تاسك، براحته. ربع تاسك النهاردة والربع التاني كمان أسبوع بالظبط، وكده. ويبقى كويس جدا لو سلمه له يعني، لو يبقى كتر الف خير والله بالظبط. العظيم. يعني الناس أتوقع يعني إنه نسبة 85% من الناس بتطلع أحسن ما فيها تحت الضغط، أو بتضطر إنها تشتغل تحت الضغط. يعني مش كل الناس بيبقى عندها انضباط ذاتي من الداخل إن هما أنا عندي 1 2 3 لازم يخلصوا قبل كذا فأنا هخلصه قبل كذا. يعني المهارة دي مش بحسها عند ناس كتير، بالظبط، فالضغط قليله هو اللي جدا. بيعمل إنتاجية. بالظبط ايوه. كمان في الطب الجسم لما بيمرض بيبني مناعة. لما بيمرض ده برضو الجسم هنا في الحالة دي برضو حاطة تحت ضغط. هو في الحالة دي بيبني مناعة. المفروض ان الجسم فيه زي حاجات بتواجه اي مرض، المناعة بتاعته بتواجه اي مرض، فبمجرد ما المرض ده يجي المناعة دي بتتبني، تفضل تتبني تتبني تتبني. فهل المشكلة مرض ولا علاج يعني؟ اكيد بين كل اللي احنا قلناه ده المشكلة هي علاج للأمراض اللي إحنا فيها، سواء بقى إن كانت الأمراض اللي إحنا فيها يعني إحنا بنكون عايشين حياة عشوائية مفيش أي حاجة. لما بتكون مشاكل في حياتنا بناخدها يعني كحاجة بنبني بيها نفسنا، اللي هو بيبقى عندي خبرة عن موضوع معين، مشكلة اتحطيت فيها دي أكيد علمتني حاجة أو أعطتني خبرة في حاجة معينة، فبتبنيني قدام. اللي هو لما أتعرض لحاجة زي كده أو لأكبر منها، أنا أصلا أكون اتعاملت قبل كده في الموضوع ده، فأعرف دي أتعامل قدام. عقلية يا ريماس، يعني عاملة اه زي الردود اللي انتي كنتي قلتي عليها، الردود على البيت الشعري بتاع المتنبي. في الرد الأول هو شاف الحياة ببؤس وان هو مش هيوصل اللي هو عايزه وخلاص، يعني زي ما تيجي تيجي حرفيا. والناحية التانية لأ، اللي هو الموضوع تحت ايد ربنا واللي ربنا بيكتبه هو الخير لينا. النقطة بقى هنا، يعني ربط النقطة دي بالكلام اللي بتقوليه دلوقتي، هو انه برضو ايا كانت المشكله اللي احنا ربنا بيحطنا فيها، احنا تعاملنا معاها ده احنا اللي بنقرره. فاحنا اللي بنقرر مصير مشاعرنا، او يعني ممكن تبقى سعادتنا كمان. لانه مثلا احنا المشاكل اللي هنتحط فيها كده كده، الابتلاءات ربنا كاتبها لنا من قبل ما نتخلق، فكل حاجه احنا بنعيشها هي مكتوبه لنا من قبل كده. لكن طريقه تعاملنا بقى معاها وتصرفنا في المشاكل دي كبيننا وبين نفسنا، ده احنا اللي بنقرره. وعليه يعني على اساس وجهة نظرنا للمواقف اللي احنا بنتحط فيها، هل احنا هناخد منها الايجابي ونعيش بيه ونجمع خبرات من المشاكل اللي احنا بنتحط فيها، ولا كل مشكلة هنقع ونقول انا مش هكمل انا مش قادر انا خلاص حياتي انتهت. لا، هنا بتفرق بقى العقلية، انه حياتك هتتكون وسعادتك هتبقى مربوطة بطريقة تعاملك مع المشاكل. يعني انتي لو حصل لك حاجة، فيعني ايا كان مكتوب
إحنا هنعيش إيه، حلو أو وِحِش. فإحنا الابتلاء اللي إحنا بنعيشه إحنا اللي بنقرر هنتعامل معاه إزاي، هو كده مكتوب علينا وإحنا عارفين إن كل حاجة إحنا بنعيشها سواء كانت حلوة أو وِحشة فهي مكتوبة علينا. في ناس هتتعامل مع القدر بتاعها اللي هو هيبقى فيه 100% ابتلاءات، في ناس هتتعامل مع ابتلاءاتها بطريقة إيجابية إنها خلاص الموقف ده حصل أنا هاطلع منه، أنا أشوف بقى ربنا عايزني أتعلم إيه من الموقف ده، هاشوف أنا ربنا عايزني أتعلم إيه من الموقف ده، أطلّع الخبرات ديّة وأجمّعهم مع كل موقف يحصل. أنا هتبقى شخصيتي بتتطور، شخصيتي بتبقى أقوى، باعرف أتعامل، باعرف أحل مشكلات حياتي نوعًا ما، لإنه يعني مع العُمر، مع التجارب الإيجابية أو السلبية، فإحنا شخصيتنا بتتبني. إحنا كده بنبني شخصيتنا عن طريق إن إحنا بقى بنجمّع خبرات من كل المواقف اللي ممكن تبقى صعبة إحنا عِشنا فيها. على عكس الجهة التانية ممكن بقى أنا اتحطيت في مشكلة، فأنا هاجي أقول لأ خلاص أنا حياتي صعبة، أنا ربنا ما بيحبنيش، ربنا بيحطني في الحاجات دي عشان هو ما بيحبنيش ومش عايزني، في ناس بتفكّر كده. آه. فأنا بقى يعني باضيع من الناحية الدينية وباضيع من الناحية الدنيوية بالتفكير ده. بالضبط، معاكِ حق فعلًا في كل حاجة يعني، النُقط دي فعلًا حتّة العقلية دي باحسّها مهمة في كل حاجة يعني، في أي حاجة في الحياة بقى هي بتفرق عن من شخص لشخص تاني خالص. كمان باحسّها هي اللي بتحدد حياتنا أصلًا. بالضبط، كمان ربنا خلق قوانين كونية ماشية بدقة وكل حاجة بتعدّي بيك هي جزء من التصميم ده، فيعني لمّا تقع هو جزء من هندسة ربانية بتبنيك مش بتهدّك أو مش بتهدمك يعني. برضه لو جينا نشوف حاجة تاني الحتّة بتاعة ليه بنهرب بقى من المشاكل يعني ليه بنهرب منها؟ عشان سميناها مصيبة بدل ما نسميها مهمة، وعشان اتربينا إن الراحة هي الأصل، مع إن ربنا قال زي ما أنتِ قُلتِ كده في الأول اللي هي الآية بتاعة لقد خلقنا الإنسان في كبد، لمّا بنشوف حاجة بتوجع بنفكّر إن في خلل، لكن الحقيقة إن الألم ده هو جزء من النمو، زي ما العضم كده بيوجع الطفل وهو بيطول، لازم برضه روحك توجعك وأنت بتتطور، ده إحساس طبيعي جدًا وعادي جدًا. كمان ابن تيمية ليه قول حلو جدًا بيقول: "إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الرضا وجنة اليقين وجنة الثقة بالله عند الشدة." يعني يشوف الثقة والرضا مش بيشوف المشكلة على إنها عقوبة، لأ، لكن هو شايف إن هي فرصة للصفاء والارتقاء والحاجات دي. برضه الحتة اللي أنتِ وضحتيها إن المشكلة هو مش الشخص لمّا ساعات ناس بتشوفها إن هي عقوبة، وإن ربنا مش بيحبني مثلًا عشان هو ابتلاني بمشكلة والّا بتاع، بالعكس إن ربنا كلما أحب الله عبدًا ابتلاه، يعني لمّا ربنا بيحب عبد بيبتليه عشان يختبره ويشوف هو قوة تحمُّله إيه، يعني العبد ده هيفضل يصبر، يصبر، يصبر لحد ما ربنا يعني يكتب له الفرج والّا لأ، هيفضل إن هو بقى يتذمر وليه يا رب عملت كده، وخصوصًا برضه إن الكلمة دي غلط، يعني ما ينفعش حد يقول ليه يا رب حصل لي كذا، أقدار مكتوبة المفروض نتعامل معاها والمفروض إن إحنا نصبر عليها، بس. في بقى حلول نقدر نتبعها عشان خاطر نعدّي الموضوع ده أو إن إحنا نتعايش مع فكرة المشكلة في حياتنا. أول حاجة إن إحنا نعرف إن إحنا مش وحدنا، يعني لإنه إحنا فعلًا مش وحدنا. يعني أنا ما أقصدش بوحدنا دي الأهل والصحاب، تمام ماشي دول موجودين، ولكن مع الأسف في أوقات مش بيفهمونا، ودي مش حاجة تعيبهم ولا حاجة بتقلل منّهم خالص، لأ، يعني في ساعات ممكن تحسي إنِّك ما حدش فاهمِك، بس في اللحظة دي في حد واحد بس هو اللي هيبقى فاهمِك وهو ربنا. ففي بالضبط. الوقت ده نفتكر إنه إحنا في الحياة دي موجودين عشان نعبد ربنا، وربنا ده هو اللي خالقنا، أكتر حد فاهمنا وأكتر حد عارف إحساسنا من جوّه بالضبط من غير ما نحكيه، من غير ما نشرحه. بالضبط. ففكرة بقى إن إحنا نبقى مؤمنين بالموضوع ده، ودايمًا عارفين إن ربنا معانا، ربنا معانا عشان خاطر هو خلقنا، عشان هو بيحبنا فخلّانا موجودين أصلًا في الأرض دي. ففكرة إنه أنا كحبيبة دلوقتي أنا موجودة في الأرض، أنا موجودة في الأرض عشان ربنا بيحبني، أنا ربنا بيبتليني عشان هو بيحبني، ربنا بيحطني في المواقف دي اللي هي بتبقى تقيلة عليَّ عشان خاطر هو بيحبني وعشان عايزني أطلع بخبرات معيّنة أكمّل بيها حياتي عشان أعدّي من الابتلاءات الجاية لحد ما حياتي تنتهي. أستشهد بجزئية اللي هي وقت لمّا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي لأول مرّة، كان خايف جدًا لمّا كان في الوحي وسيدنا جبريل جاله ونزل عليه الوحي لأول مرّة، هو كان في اليوم ده كان خايف. أول حاجة عملها إن هو رجع بيته، رجع للسيدة خديجة وقال لها زمّلوني، زمّلوني من كتر ما هو يعني الموقف كان تقيل عليه، هو خايف وعايز راح المكان الأمان بالنسبة له، اللي هو المكان ده هو اللي هيحميه دلوقتي، وقال لها زمّلوني، زمّلوني. فطبيعي إن إحنا نحس إن إحنا مش قادرين، أو إن إحنا في
مواقف تقيلة علينا، وإنه إحنا نحس الموضوع تقيل، ده مش معناه إن إحنا إيماننا ضعيف، لأ، هو ما لوش علاقة بكده. طبيعي إن إحنا نحس إنه المواقف تقيلة علينا، ولكن تعاملنا مع الإحساس ده هو اللي هيحدد إيماننا ضعيف أو قوي. بالضبط. عشان نحل مشاكلنا عامةً محتاجين نبقى إحنا ناس صريحة مع نفسنا، بعد ما خلاص آآ اقتنعنا أو بقينا مؤمنين بفكرة إنه دايمًا ربنا معانا، وأي حاجة إحنا بنحط فيها هي عشان خاطر إحنا فيها عشان خاطر ربنا شايف إن إحنا نقدر على الموقف ده، وفي حاجات المفروض نتعلمها من الموقف ده زي ما إحنا بنقول طول الحلقة يعني. محتاجين نبقى صريحين مع نفسنا، نشوف المشكلة دي أيًا كانت هي إيه، أو أيًا كان إيه هو التصنيف بتاعها في حياتنا، فنحاول نفهم سببها، نحاول نبقى صريحين مع نفسنا. هل المشكلة دي حصلت بتقصير منّي في حاجة في حياتي؟ لو أنا قصّرت في حاجة سواء كانت يعني أسباب دينية أو دنيوية، فنحاول إن إحنا نبقى صريحين مع نفسنا نعرف تقصيرنا ده جاي من أنهي ناحية، لإنه غالبًا هيبقى في تقصير، وممكن ما يبقاش في تقصير عادي، ممكن مش معنى إن في مشكلة إن أنا إنسانة وِحشة أو إن أنا إنسانة مقصّرة، يا إما في علاقتي مع ربي، علاقتي مع حياتي عامةً، مش شرط. بس فكرة إن إحنا نبقى صريحين مع نفسنا بتساعدنا إن إحنا نحاول نفهم المشكلة جات منين نوعًا ما، لو هي مشكلة حصلت في حياتنا إحنا فيها تسبُّب بشري يعني، فده بيساعدنا إن إحنا نفهم. آآ أمّا بقى لو كان لأ، الموضوع من عند ربنا فعلًا، فخلاص صراحتنا مع نفسنا دي هتساعدنا إن إحنا نحاول نحل المشكلة، لإنه ما فيش مشكلة ما لهاش حل. الحل مش لازم دايمًا يبقى واضح بالنسبة لنا أو نبقى شايفينه حالًا، يعني مش لازم مشكلة فأنا حلّها هالاقيه بعدها بنُص ساعة، لأ، مش لازم الحل يبقى دايمًا ظاهر، مش لازم دايمًا الحل نلاقيه بسرعة، عادي ممكن مشكلة أو وضع إحنا فيه نكتشف حلّه أو نكتشف العبرة منّه بعدها بسنين، وممكن يتوفانا الله وإحنا ما نعرفش أصلًا كانت العبرة إيه في الموضوع ده. كمان أنا عندي حلول إضافةً للحلول بتاعتِك، اللي برضه باحس إن ما شاء الله الحلول اللي أنتِ قُلتيها برضه مهمة. في كمان عندي كام حل كده برضه نقدر نواجه بيهم الموضوع. أول حاجة نبدأ بالتسمية الصحيحة، يعني ما تقولش مثلًا عندي مصيبة لأ قُل أنا عندي موقف محتاجة أتعامل معاه بطريقة ذكية. فكرة إن العقل الباطن أصلًا بيتعامل مع الكلمات، لو قُلت كارثة هيخاف، ولو قُلت مهمة هيتشغل، يعني الكلام اللي بيطلع من بُقّك بيترجم في العقل الباطن بنفس الطريقة اللي أنت قُلتها. التسمية الصحيحة للموضوع اللي أنت بتتحط فيه بيفرق جدًا. أنتِ عارفة كلامِك ده معناه إيه؟ إن إحنا حرفيًا بكلامنا نقدر إن إحنا نعمل تلاعب نفسي، فإحنا بنتحكم في حياتنا بكلامنا، لو حد قدر يستخدمها صح 99% من المشاكل هتختفي. طبعًا. كمان تاني حاجة اللي هي اللي زي ما أنتِ قُلتِ برضه الحتّة بتاعة اللجوء لربنا بشكل أولي. دايمًا في البداية لمّا بيكون في دعاء صادق، أنا بجد باحب الدعاء ده جدًا لمّا بيحصل أي حاجة. الدعاء ده بيقول: اللهم هوِّن ثم هوِّن ثم هوِّن ثم أرح نفسًا لا يعلم بحالها إلا أنت. الدعاء ده بجد جميل جدًا لمّا بتتحط في أي مشكلة أي حاجة، أو في أصلًا أنا متضايقة في دي جوايا، فباحس إن الدعاء ده فعلًا بيهوِّن كتير أوي. هي أصلًا كلماته حلوة، فالدعاء والصلاة وقراءة القرآن الحاجات دي بتطمن القلب وبتفتح باب لفرج كبير جدًا. برضه دارت حاجة باشوفها حل للمشكلة بدون تهويل، يعني عشان أكون صريحة بصراحة أنا من نوعية الناس اللي هي من فترة قريبة كنت بابُص لموضوع المشكلة ده وكأنها فعلًا نهاية الحياة زي ما إحنا اتكلمنا في أول حلقة، وخصوصًا إن أنا باحس إن أنا ما عنديش خبرات كبيرة أوي في التعامل مع الحاجات دي. فاكتشفت برضه حتّة تحليل المشكلة من غير ما أنا أهوّلها دي بتفرق جدًا، إن أنا أسأل نفسي إيه اللي حصل بالضبط، ليه حصل، إيه الجزء اللي أقدر أتحكم فيه، وإيه اللي مش يعني إيه اللي مش في إيديّا. فلإن فهم المشكلة هو نُص حلّها، يعني إحنا نفهم بس إيه نحلل الحاجة اللي إحنا اتحطينا فيها دي حلّها. برضه رابع حاجة باشوفها مهمة إن إحنا نعتمد على العلم والمنطق في البحث عن الحل، يعني مثلًا أرجع لأهل التخصص مش أهل التهويل، يعني في ناس ما شاء الله وخصوصًا باشوف الحتّة دي في الصحاب، عشان كده لازم ننقي صحابنا كويس جدًا. مجرد تتحطي في حاجة مثلًا، ممكن مثلًا لو أنتِ مريضة لا قدر الله، يعني مرض وحش جدًا وكنتِ في المستشفى مثلًا، ممكن 2 صحابِك ييجوا يزوروكِ، أول واحدة تقول لِك ربنا يهوّن عليكِ وإن شاء الله الموضوع يكون كويس ودي حاجة بسيطة وما حصلش حاجة، واحدة تانية تيجي تقول لِك إيه ده أنتِ تعبانة هم دول اسمهم أهل تهويل، والمفروض إنه عشان كده باقول كل واحد ينقي صاحبه، وإن شاء الله يعني في حلقات تانية نتكلم عن موضوع الصحاب ده، إن هو فعلًا مهم أصلًا لمّا أي حد يكون عنده أي مشكلة، ما أعرفش أنتِ شُفتِ الموضوع ده والّا لأ، مثلًا بيروحوا يستفتوا أي حد بقى، مثلًا نفترض تعالي نروح مثلًا حتّة الشيوخ عشان برضه الحتّة دي هي المنتشرة أكتر.
لو واحد مثلًا عايز يتغيّر، فبيروح يقول للشيخ أنا عايز أتغيّر وما أعرفش إيه، الشيخ بيرد عليه بيقول له: "هو مين صحابك؟" عايز يعرف صحابه، مين صحابه اللي مخلّيينه والله العظيم، مين صحابه اللي مخلّيينه في الطريق ده، فالحتّة بتاعة الصحاب دي بقى حتّة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. طبيعي أنتِ مصاحبة ناس أنتِ بتحسّي بالأمان معاهم، فأنتِ لمّا يبقى عندِك مشكلة بتبقي عايزة تحكيها لهم، فأنتِ تيجي آه، تحكي لأصحابِك المشكلة دي، ييجوا يعملوا إيه بقى، ييجوا يعلّوا عليكِ، أنا عندي الموقف الفلاني، لا يا بنتي ده أنا عندي كذا، 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 فاللي هو أيوه. أنتم جايين تزوّدوها عليَّ طيب ليه؟ بالضبط، دول اسمهم فاهماني؟ أهل التهويل، يعني ما ينفعش إن إحنا نحكي مشكلة ليهم، كمان في ناس ما شاء الله بجد يعني لمّا بتتكلمي معاهم في صحاب كده لمّا بتصاحبيهم كويس وتتكلمي معاهم، زي ما أنتِ قُلتِ كده باحس إن في روحة زائد كمان لمّا بيكون عندِك أي مشكلة، في ناس لمّا بتتكلمي معاها تحس إن لازم الكلام يكون مضبوط على المسطرة عشان أنتِ عارفة إن أنتِ لو قُلتِ أي كلمة يعني تعمل مشاكل، هتقعد تنشر الكلام بطريقة مش لطيفة والحاجات دي. في ناس تاني بتتكلمي معاهم بدون مقدمات، اللي هو أنا باتكلم كده، ليه؟ لإنِّك مرتاحة لها، بتفرق الصحاب دي بتفرق في كل حاجة بقى في الحياة، فالمفروض نختار صحابنا بدقة كويس جدًا. كمان اسأل حد عنده خبرة أو بحث في مصادر موثوقة بخصوص الحاجة اللي أنت وقعت فيها دي، لو المشكلة صحية مثلًا أكيد يعني هتسأل دكتور، لو مشكلة في حتة الفلوس هتسأل أكيد خبير في الموضوع ده، دارس الجزئية بتاعة الفلوس وإدارة المال والحاجات دي، لو اجتماعية فهتسأل ناس حكماء أو ناس يعني عندها الجزئية بتاعة إنه في خبرة. برضه خامس حاجة باشوفها زي ما إحنا اتكلمنا برضه الحتّة الخامسة دي برضه إحنا اتكلمنا عنها، اللي هي إن إحنا نكتب كل الحلول الممكنة حتى لو كانت بسيطة، لإن المُخ بيبدع أكتر لمّا بيكتب، حتى لو الحل سخيف اكتبه ساعات يعني بيبقى أبسط، بتبقى فكرة بسيطة بس لمّا إحنا بنطبّقها بتغيّر كل حاجة. برضه الحتّة دي ممكن نطبّقها في حاجات كتير مش في المشاكل بس، لأ ممكن نطبّقها كمان لمّا ساعات في ناس بتفكّر بشكل فوق الطبيعي، أنا كده يعني شخص overthinker جدًا بافكّر بطريقة فوق الطبيعي مش المفروض إن أنا أفكّر كده، لدرجة والله ساعات بتيجي والله ساعات يعني باحس إن دماغي وجعتني من كتر التفكير. فالحل الصح للموضوع ده إن يكون في ورقة باطلّع عليها كل الأفكار دي، وكذلك في المشاكل، نكتب الحلول برضه والحاجات اللي إحنا اتكلمنا عنها في الأول دي. برضه سادس حاجة نبدأ بخطوة صغيرة، يعني ما تستناش الحل الكامل المتكامل عشان تتحرك، لأ ابدأ بسيط عادي، السكون أسوأ من الخطأ، إن أنا أفضل ساكتة عن الغلط ومستنية مثلًا لأ يكون في حل كامل الأول، السكوت ده أسوأ من الخطأ نفسه أنت وقعت فيه، فالمفروض إن ما يكونش أنا في باكبّر سكوت. المشكلة كده. بالضبط، إنه سكوتك ده يعني علامة على رضا إن أنا راضي بكل الأشكال اللي حصلت، إحنا طبعًا اتكلمنا عن الرضا والمفروض نكون راضيين بقضاء ربنا، بس لازم ناخد بالأسباب ولازم نحاول نكافح في أي مشكلة بقى تحصل لنا ونتعلم منها وهكذا. السكون دي مش حلوة، حتة إن أنا عارفة عاملة زي إيه؟ زي مثلًا حد قاعد في بيته وهو المفروض يعني ينزل يشتغل عشان يجيب فلوس، قاعد في بيته ويقول ربنا أكيد مقدّر ليّا الرزق اللي أنا هاخده يعني، فهاقعد في بيتي بقى. أيوه، نقلتينا لنقطة إنه في ناس فعلًا اللي هو يعني بقى عكس يعني دي نقطة أسوأ من اللي مش راضي بقدره، اللي بالضبط، هو شايف أنا ربنا كاتب لي كذا وكذا وكذا، أنا مهما عملت ما فيش حاجة هتفرق، بالضبط، يعني اللي هو لو كده فإحنا ربنا ما كانش مش ما كناش هنبقى مطالبين بالسعي، كنا هنبقى مطالبين إن إحنا نيجي ربنا يخلقنا في الأرض نعيش وخلاص، ما تحاولش، ما تكافحش، ما تسعاش، ما تعملش أي حاجة. بالضبط النقطة دي مهمة، لإن زي ما أنتِ بتقولي كده في ناس يعني مش بيفكّروا بالأسلوب الصح المفروض نفكّر فيه في الحتّة دي. برضه حتّة السعي دي مهمة، لإنه السعي هو مجرّد سبب من أسباب ربنا قال خُذ بالأسباب. فالمفروض الأسباب دي تاخد بيها الأول وبعد كده الحاجة اللي أنت عايزها هتيجي لك، الناس زي ما أنتِ لسه بتقولي دلوقتي إن هو لو شخص قاعد في بيته ومستني فلوس تيجي هتيجي إزاي؟ المفروض في شغل يتعمل عشان تاخده، أكيد ربنا مش هيساوي بشخص قاعد في بيتهم مثلًا نزل الساعة 8:00 بشخص تاني نزل الساعة 5:00 يبدأ يشتغل، ما فيش تساوي بينهم، عارفة فقدر حتى السعي. في نقطة السعي دي، في حاجة أنا أدركتها قريب، يعني كنت قبل كده مش مستوعبة إن الموضوع فعلًا كده، بس إحنا ربنا طالبنا بالسعي ليه؟ عشان إحنا كده قدرنا مكتوب واللي إحنا هنعيشه مكتوب، خصوصًا النقطة دي لمّا مثلًا تبقي أنتِ متارجتة حاجات في حياتِك أو حاجات نُقط أنتِ عايزة توصلي لها، فأنتِ عشان توصلي للحاجة دي أنتِ عارفة إنِّك كده محتاجة تعملي مجهود، محتاجة تسعي، محتاجة تبذلي مجهود يعني. إمم، فأنا بقى اكتشفت مؤخرًا إنه إحنا سعينا ده راحة لينا. إزاي؟ بالضبط، لإنه إحنا لمّا بنسعى حتى لمّا تيجي اللحظة اللي إحنا المفروض نبقى وصلنا للحاجة اللي إحنا بنسعى عشانها، لو إحنا ما وصلناش
هنزعل وكده، ولكن ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه مهما كان الموضوع محزن. ولكن بعدها الموضوع بيبقى مريح، إنه أنا كحبيبة أنا كنت عايزة الحاجة الفلانية وبذلت كل اللي أقدر إن أنا أبذله عشان أوصل للحاجة دي وما وصلتش، بس أنا بذلت كل طاقتي، فأنا مش هحس بندم. يعني ممكن برضه ما وصلتش، بس أنا ما بذلتش مجهودي، ما ساعدتش، فأحس بندم إنه أنا كنت المفروض أعمل أكتر من كده. بالضبط، تحسّي تأنيب ضمير، أنا كان في إيديّا أعمل أكتر فكنت هاوصل أكتر، يعني حتّة بقى إن أنا ما تسعاش ده دي بُخل بقى على نَفْسي، يعني أنا بابخل على نَفْسي بتسعي عشان أوصل لحاجة أنا عايزاها، فنقطة مهمة برضه. سابع حاجة كمان مهمة باشوفها برضه إن إحنا نطلب مساعدة من ناس بنثق فيهم، طبعًا نطلب مساعدة من ناس بعد ربنا، إحنا نستعين بالأول بربنا وندعي بإن ربنا يفرّج علينا مثلًا المشكلة اللي إحنا فيها دي، وبعد كده ممكن نطلب مساعدة ناس، يعني ما فيش حد بيعدّي لوحده، الدعم مش ضعيف، إن الشخص يعني يدعم حد ده مش يعني المرجوع بتاعه على الشخص مش ضعيف، لأ بالعكس قوي، بيحس إن في ناس معاه وفي ناس حاسة بيه، حتى لو مش فاهمين يعني الموضوع بالضبط، مش مهم، المهم إن أنت حاسس إن في حد واقف جنبك. طبعًا الكلام ده كله بقى أنت تستعين بربنا الأول. برضه تعمل حاجة باشوفها مهمة، ما تبقاش أسير الماضي أو القلق من المستقبل، ما حدش طلب من حضرتك تفكر المستقبل فيه إيه، ولا حد طلب من حضرتك تقلِّب في الماضي وتشوف فيه إيه، ركّز في دلوقتي يعني هو ده اللي في إيدك. تالت حاجة كمان إن إحنا نتخلّص من السلبية اللي حوالين المشكلة، بمعنى قلِّل الكلام عنها وركّز على الحل، ما تتكلمش مع الناس على يعني اللي بيزوّدوا الموضوع أسوأ، يعني في ناس كده تتكلم معاهم تحس إن هُم بيخلّوا الموضوع أسوأ بدل ما كان يعني هيتحل أهو، تحس إن هُم لأ بيحسسوكِ زوّدوا. إنِّك عايشة في كارثة. بس كده، اللي هو إثارة جدل. يعني بالضبط طَب يعني فلتقل خيرًا أو لتصمت، ليه بتحسسوني الموضوع كبير وممكن يبقى هو صغير؟ بالضبط، عشان كده باقول لِك لازم ننقي كويس أوي الناس اللي نتناقش معاهم، الناس اللي نتعامل معاهم، صحابنا، الحاجات دي برضه لازم تتنقى بدقة جدًا. برضه 10 حاجة اتعلم من التجربة وما تكررش نفس الغلط، المشكلة لو رجعت بنفس الشكل اعرف إنك ما اتعلمتش درس، فكل موقف في حياتك هو رسالة أو في رسالة ليك، يعني أنت المفروض تفهم الرسالة دي وتدركها كويس جدًا، بحيث إن أنت لو اتعرضت لا قدر الله لمشكلة تاني تكون عارف تواجهها من إن أنت أصلًا عارف عنها أو واجهتك قبل كده. برضه الحتة بما إن إحنا بقى خلصنا حلول وكده، فالمفروض نرجع للنقطة بقى، إيه هي؟ نعمل back shifting كده على حتة معينة، اللي هي إن التسمية هي السر، وبرضه يمكن اتكلمنا عن نبذة بسيطة في الحتة دي في الجزئية بتاعة الحلول، لما قلنا إن إحنا بنقول كلمة العقل الباطن بيلقطها أو بيستوعب، يعني مثلا زي ما قلنا بُص لو جينا بصينا كده على الكلمة لمّا نقول في مشكلة، عقلك بيستعد للهَم بقى، اللي هو ياه! في حاجة هاتعرّض لها، لكن لمّا نقول في مهمة، بتحس نَفْسك إن أنت تستعد للحل، إنه في حل يعني هتقدر إن أنت تطبّقه لمّا تقول في مهمة، وتغيير التسمية بيغيّر ردة الفعل. ربنا قال لا زي ما إحنا قُلنا لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، يعني كل اللي بييجي لك أنت قدّه، بس المشكلة مش في اللي حصل، المشكلة في الطريق رؤيتك ليه، زي ما إحنا قُلنا إحنا بنبُص على الموضوع بمنظور صغير أوي. في قصص من الواقع نقدر إن إحنا نستشهد بيها، هاحكي لِك واحدة منهم. كان في قصة، القصة دي المفروض إنها حقيقية، هي عن طبيب مصري. الشاب دوّة كان بيبقى دايمًا الأول على الدفعة بتاعته. ولكن إيه اللي حصل له، اتعرّض لمشكلة نفسية بعد ما فقد والدته فجأة. وبعد ما حصلت الصدمة النفسية دي بالنسبة له، هو بدأ إن هو ينعزل ويشُك في قدراته. بس في يوم كان داخل مسجد صغير، دخل لأداء الصلاة، وكان سمع الشيخ بيقرأ في سورة الضحى، كان بيقول: "ما ودعك ربك وما قلى". في اللحظة دي الطبيب ده حَس كأن ربنا بيرُد عليه. عمل إيه وقتها، رجع بيته يذاكر، وبقى بيشتغل في أكبر مستشفيات مصر. الأهم من كده إن هو بعد ما سمع الآية دي بقى دايمًا بيقول في كل لقاء ليه في حياته، أو كل ما حد يسأله عن تغيُّر في حياته، يعني إيه الshift اللي حصل في حياته مرّة واحدة دي، كان بيبقى رَدُّه دايمًا إنه ربنا ما ابتلاهوش عشان خاطر يوقّعه، لأ، هو دي كانت خطة ربنا الإلهية إن هو يرجّعه ليه تاني. يعني حصل له صدمة في حياته، الموقف كان يعني صدمة نفسية، ولكن ده قدره، دي حاجة مكتوب إن هو هيعيشها. ولكن بقى لمّا جه سمع الآية القرآنية في المسجد، هو يعتبر كده ربنا وضّح له الطريقة الإلهية اللي رجّعته لربنا. كمان أنا أعرف قصة ودي برضه واقعية، كانوا 10 شباب كانوا دايمًا صحاب جدًا، بيذاكروا مع بعض من وهُم صغيرين، جُم لثانوية عامة وعادي زي كل سنة بدأوا يذاكروا، في آخر السنة حصلت حاجة غريبة جدًا،
ال9 جايبين نفس المجموع، يعني مجاميعهم عالية جدًا، واحد من ال9 دول كان جاب تجارة، ما جابش طِب، يعني الباقيين دول جابوا طِب ال9، واحد بس جاب تجارة. فهو كان متضايق من إن هو يعني بذل كل الجهد ده وسعى بالشكل الكبير ده، وفي الآخر اتحط في مشكلة إن هو أنا ما دخلش الحاجة اللي هو عايزها. فالمهم السنين تعدّي والأيام تمشي ويحصل إنه هو يعني ربنا حطّه في تجارة زي ما قُلت لك. هو بعدين بقى ما شاء الله تاجر كويس جدًا، مستثمر مال حلو جدًا، وبنى مستشفى كبيرة جدًا، وجُم 9 صحابه دول اشتغلوا عنده في المستشفى دي بقى. شوفي يعني هو جايب مجموع أقل منهم، لكن ربنا دخّله تجارة عشان عارف إن هو ممكن ما يبدعش في طِب، بس في تجارة هيبدع بشكل كبير لدرجة إن هو بنى جاب فلوس كتير واستثمر فيها وبنى مستشفى، وشغّل صحابه اللي جايبين أعلى منّه عنده. ففكرة التدبيرات دي مش بإيدك، أيًا كانت المشكلة أنت اتحطيت فيها فمش بتاعتك خالص، مش بتاعتك إنك تتصرّف معاها. يعني أنت بس كل اللي عليك إنك تسعى، 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 سواء أخدت يعني السعي ده ربنا جزاك عليه في اللحظة اللي أنت سعيت فيها أو في النتيجة بعد اللحظة اللي أنت سعيت فيها، أو يعني ما جازكش في نفس اللحظة. فهو أي تعب بيكون متهوّش، فيش تعب بيضيع على حاجة معيّنة، ولو اتحطيت في مشكلة بعد التعب اللي تعبته عشان تجاهد مثلًا إنك ما توصلش للمشكلة دي، كده ربنا مش هيضيّعها. ربنا بيحط كل واحد في المكان اللي هو شايفه ليه صح، حتى لو احنا في اللحظة بتاعة الموقف ما احناش مدركين الموضوع ده، بس الأيام بتثبت ويعني ربنا ما بيختارلناش حاجة وحشة عامة. رأيك يا ريماس نقدر إن احنا نلخص الحلقة في نقاط عملية ازاي؟ بُصّي، ممكن ألخّصهم في 5. أول حاجة غيّر الكلمة، تغيير المعنى بيفرق، ما تقولش عندي مشكلة، لأ قُل عندي تحدي أو عندي مهمة جديدة، لإن إحنا زي ما قُلنا العقل الباطن بيستجيب للكلام اللي بيتقال. تاني حاجة افتكر إن كل حاجة بتحصل وراها حكمة، ربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. رقم 3 دَوّر على الفايدة اللي ممكن تطلع بيها من كل حاجة بتحصل لك، مش اللي خسرته، لأ اللي كسبته. بُص نظرة إيجابية للموضوع، يعني اللي هو زي ما إحنا قُلنا mindset أو العقلية بتاعة الشخص بتفرق في التعامل مع أي حاجة في حياته. رابع حاجة افتكر إن العلم بيقول الضغط بيساوي الطاقة، كل ما بنضغط أكتر كل ما تحس إن في طاقة بتطلع منك أكتر، زي ما شبهنا واحنا بنتكلم. فكل ضغطة هي وقود لخطوة جاية أو خطوة جديدة. كمان رقم 5 كل قصة مؤلمة هي بذرة قصة تانية ملهمة، بس لو زرعتها صح وسقيتها بإيمان هتلاقي الموضوع فرق جدا، بيفرق في كل حاجة بقى. لو بصيت للحياة على إنها سلسلة مشاكل هتفضل تجري، لكن لو بصيت لها على إنها سلسلة مهمات هتبدأ تتحرك. ربنا مش بيظلمك، هو بيعدّيك، الدنيا مش ضدك، هي بتدرّبك. فكل حاجة حصلت لك عشانك، يعني عشان دي كل الحاجات دي في صالحك، مش عليك أو مش ضدك. فافتح عينك وابدأ شوف الوجع على حقيقته، إن هو إن الحاجة اللي بتحصل لك دي هي مُعلِّم مش مؤذي، إن هي مُرشد مش مُعطِّل، إن هي رحلة مش نكسة أنت اتحطيت فيها. يعني اللي حصل مكتوب، بس ردة فعلك هو اللي هيكتب قصتك. مفيش حاجة بتيجي صدفة، حتى المشاكل اللي احنا بنعيشها دي كلها حاجات مكتوبة، وحتى بتكون رسائل من ربنا، يمكن عشان خاطر نهدى شوية في حياتنا، أو عشان نتغير أو نغير حاجة في حياتنا، أو يمكن عشان نقرب من ربنا أصلا. بس في الآخر كل حاجة بتعدي وهتعدي، وكل مرة نقوم بنكون أقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.